بتتعب لما بتشوف حياة الناس على السوشيال ميديا وتحس انك متأخر او رزقك قليل. المشكلة اننا بنقع في فخ المقارنات، بنقارن كواليس حياتنا المكركبة والمشاكل اللي محدش يعرف عنها حاجة بالهايلايتس واللقطات المترتبة اللي الناس بتنشرها. والحقيقة ان الصور دي مجرد قشرة صلبة، لكن من جوه في حاجات هشة جدا ومحدش يعرفها الا الخالق. البيوت اسرار، وانت ما تعرفش صاحب المال الطايل ده عايش ازاي، ولا اللي زوجته جميلة دي سعيد معاها فعلا ولا لا. لما بنبص للي في ايد غيرنا قلبنا بيتلوث وبنحتقر رزقنا، والحسرة بتاكل روحنا زي ما النار بتاكل الحطب. في كتالوج أمنية بنتعلم إن الرزق متوزع بالعدل، والدنيا دي دار نقص وما بتكملش لحد. اللي ربنا مديله فلوس ممكن يكون واخد منه الصحة أو راحة البال، واللي مديله نجاح وشهرة ممكن يكون محروم من لمة العيلة أو السكينة. ما تبصش في ورقة غيرك في الامتحان عشان ما يتسرقش منك الوقت وتفشل في امتحانك انت. السعادة مش في حديقة الجيران، السعادة في بيتك، بس انت محتاج تنظف عينك وقلبك عشان تشوفها. ارضى باللي ربنا قسمهولك، هتكون أغنى الناس وتعيش وطعم الرضا حلو في بقك وقلبك. ارضى باللي في ايدك عشان تشوف النعم اللي حواليك. ولو محتاج رسالة دافية تطمن قلبك كل يوم تابعنا.